كمشوا اليوم يا جماعة الخير طبيب سوري بألمانيا محتال على شركة التأمين الصحي بمبلغ 1,600,000 يورو. حسان عين عمره 40 سنة، طبيب سوري مقيم بمقاطعة بايرن جنوب ألمانيا، قدم لشركة التأمين الصحي اللي بيشتغل معه إنه زاير 6,000 مريض ببيته، وهو من الأساس مو زاير حدا وما في مرضى أصلا، وقدم لهم كمان إنه عامل 600 براتونج على التليفون، وهو الأفندي لا متصل بحدا ولا حدا متصل فيه. بس وين رايح بهالعجقة يا صديقي؟ بدك تضحك على الألمان؟ طبعا شركة التأمين الكافا وبي يلي بيتعامل معها هو مثل كل شركات التأمين بألمانيا، الجماعة عندهم محامين وريالتهم مانا شاطة، شكوا بالأمر ورفعوا قضية فورا وبعتوا له الشباب الطيبة يزوروه بالبيت، الشرطة الألمانية يعني. بيقوموا يا حبايب القلب بيلاقوا عنده بالبيت سبائك ذهب بقيمة 300,000 يورو ويورويات لا تعد ولا تحصى. وعم بيقول المصدر من الصحيفة الألمانية كمان إنه لقوا عنده سيارة فاخرة جدا كمان، وحاليا عم يواجه تهم بالنصب والاحتيال، وما بنعرف شو الحكم اللي رح يطلع عليه. شو بتتوقعوا كم سنة رح يحكموه أصدقائي؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.